بعت فيها تشوف الجول ثلاثة ويجيبوا لا يصحن ما بشبع بتاتا وكان جلت فيها درويش ما تصنع لاتا حاوية لكل فن. والله المعرف يقول عدس. يا زول بعد ما اتصل الخرطوم قول لها قال لكم منوفلي ما مشتاقين. سامح باكر ما تجي حين بأبو حمامة ولا سعد قشرة. يلا باي. ما تجي بعد شهرين بكل موز وكيس قرين. اها كتر لنا العيش يلا ها. الأخت وفاء. أهلين. الحقيقة أنا جايك من طرف ليمياء. ليمياء؟ زميلتك في الجامعة قالت لك أنت محتاجة لناس. أنا في الحقيقة محتاجة لعينة عشوائية. والله أنا عينة لكن ما عشوائية، تقدر تقولي يعني عينة قصدية. أوكي يلا نقعد. قعدة ما منظور مسيلة، قعدة ما منظور مسيلة. أنت فاهمني؟ أنا بتاعت هيربل ريمودي. تمام. الإنجليزي ده الله يدينا خيره. يعني شنو؟ الهناية اللي قلتيه ده. هيربل ريمودي يا أستاذ يعني العلاج بالأعشاب. هيربل معناها عشبي وريمودي معناها دواء أو علاج، فتبقى هيربل ريمودي. يعني شنو؟ عطارة التيمان، يعني العلاج بالأعشاب. وطبعا العلاج بالأعشاب بريح الأعصاب. وأنا بتاعت إكسبريمنت. هاي بتاعت آيس كريم. نو أنا بتاعت إكسبيرمنت، فاهمني؟ هاي بتاعت آيس كريم. إكسبيرمنت يعني بتاعت تجارب. تجريب، وقالوا هذا المجرب ما تزال الطبيب. وأي تجربة محتاجة شنو؟ محتاجة لهنايات، محتاجة لمجرب ومجرب ومجرب به. يعني عايز عليك زول جربان ولا أنا غلطان؟ No you are completely wrong. بالواضح الما فاضح بالعربي الفسيخ كده قول لي عايز شنو وأنا حاضر. أولا يا سيدي عندي تركيبة جديدة للركب والمفاصل، عايزة لي زول أجرب فيه، عايزة لي ركب مكركبة. الركب دي والله سايحات ليهن زمن جربي فيهن، لكن ما بضمن لك النتائج. يا زول ليك اللحم وكفاية العظم. كده أمشي صور لي ركبك بالإسكانر. أصور لك سكوب بالألوان. صور بالإسكانر. سبحان الله سبحان الله، أنا شايل معي صورة إشاعة تنفع معك؟ نو ليست إشاعة ري. نحن بنقول لها صورة إشاعة. شوفيها. هات يا سيدي نورني كده. عيني أنا خدت يدي تحت حنكيم مقبل كده عيني ليها. لا حول. أنت بتمشي بركبك ولا شنو؟ والله ده تراكم خبرات في الحوامة. بالمناسبة دي ركب محجرة مكلدسة ومعصلجة. الرباط الصليبي كيف؟ رباط صليبي شنو؟ دي عظام نخرة، دي ركب أكل عليها الدهر وشرب. أنت ماشي كيف؟ عادي. نحن بدو الركب القاعدة بب والقوم الكبة. أمشي عليك الله شوف لك ركبة اسمها ركبة، وفي سكتك لو لاقاك زول عنده صلعة جيبه أجرب فيه الخلطة الجديدة دي. حاضر. لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد قليل. عدنا. أهلين وسهلين. أقدم لك منوفل ابن الحاج الزين. أهلين. وعمنا الحاج الخزين الباسم ما حزين. حبابك يا بنتي إن شاء الله تجديني عند حسن ظن. إذا دار الحوار حول الركب ابنكم منوفل جاهز. طب أما عن الصلعة الغير مسبوغة والمصنفة الأولى عالميا معك حامل اللقب. أهلا يا بنتي. الحاج كلمكم بمشروعي. أنا ركبتي الزايدة قنوز الشافع دي شفتيها مارقة للربا والتلافي، جربي فيها ساكت. وانت يا عمنا الحاج الخزين أنا عندي خلطة سحرية إن شاء الله بس 3 يوم والشعر يقوم. كان قام في 3 سنين أنا ما متضايق. الخلطة وينها؟ الخلطة جاهزة. انت جاهز توريني الصلعة؟ عشان تكون عندك معلومة الزول ده لابس 7 عمم ودست الطواقي عشان ما يسحب بصر الناس. وكان ما عندك نظارة بتاعت كسوف جيبي لك نظارة. مرة شوع صلعته كسر قزاز عمارة. ورينا يا سيدي، ورينا تاريخ أول تصاغ الشعر 200. والله تقول لها 75. دي صلعة ماسية. ممكن تجيب لنا منها صور لأنه بتنفعك للذكرى عشان شعرك حيقوم. أجيب لك كم صورة كده بالله ينورني. 1 استعداد 2 ضرب نار 3 كوف. أهنيك والله دي صلعة مستحيل عديل كده. الصور أوديهن وين؟ صورة للمدير العام وصورة لشؤون العاملين وصورة لوحة الإعلانات وصورة خطها في الأمانات. وانت هاك الركبة دي لا حول.
انت شغال شنو يا اخوي؟ مزارع. كويس، انت وقت مزارع ما تزرع لك ركب يا اخي. مع تحيات جمال عبد الرحمن. سعاد محمد الحسن. عبد العظيم احمد عبد القادر. سيد أحمد محمد الحسن. زكية محمد عبد الله. فاطمة إبراهيم جمعة. وحيد جمال.